وانا بصور الفيديو ده اتصدمت وعرفت ان انا كل ده كان بيضحك عليا. انا عايز اقول لك على حاجه، ان بنسبه 90% من القهوه اللي احنا بنشربها في مصر مضروبه ومش قهوه اصلا. وعلشان كده رحت المكان ده لانه بيوريك كوبايه القهوه بتاعتك من وهي بن اخضر لحد ما تنزلك على الترابيزه، وكل ده كمان بدراسه وبشهادات معتمده من جوه مصر ومن بره مصر. والجميل في الموضوع اللي وانت قاعد عامه في الكافيه انت شايف كل الخطوات دي وهي بتتعمل قدامك وقاعد بتتفرج. احنا هنا بنقوم عمليه تحميص عشان نطلع منها كل الخواص بتاعتها. المهم بقى بعد ما مرحله التحميص دي بتخلص بتبقى حبايه البن كده خلاص، ولو عايزها محوجه ممكن تحط التحويجه اللي انت عايزها وتطحن كمان تاخد حرفيا احلى كيس بن ممكن تشربه في حياتك. المكان ده كمان عامل عروض رهيبه على الفطار، وعامل عروض لو انت لوحدك او لا مؤاخذه قبل. ده مثلا كان كوغاسو ميكس تشيز، لا مؤاخذه يا رجاله على النطق، كان كوراسون ميكس جبن، وجبت معاه واحد شحبطشينو بجد كانوا تحفه. بصراحه يعني انا كان نفسي اعمل الحركه دي ان انا اغمس ده في ده كده، عشان انا عمري ما كنت جربتها بصراحه. توريقه كوراسون ولا اروع مع جوده جبن تحفه. فانا بصراحه كنت جربت كمان حاجه عندهم اسمها رو بوكس، وهي عباره عن عجينه بان كيك بس على شكل زلمه، وجبت معاها سبانيش اللي بصوص الكندر والبيستاشيو كانت رهيبه، كان فيها تحميصه كده كانت نقله، والبيتشوكلت والمكسرات